بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد. يعني موضوع النهارده موضوع عنيف جدا وعنيف جدا في نفس الوقت. موضوع النهارده بتكلم عن مجاهدة النفس ومقاومة الشيطان اللي موجود معانا في كل لحظة وتكة وكل خطوة. هو شوشو، عمك شوشو. عمك مين؟ شوشو الزفت، الشيطان. يعني انا مسميه شوشو. يعني لما اجي انصح حد اقول له بقول لك ايه، خلي بالك من شوشو جاي لك. بص اهو مراوغه، اول مراوغه. يعني دايما باجي لما اقول ان انا فرحت ان انا كسبت شوشو في حته، يعني في موقف، بقول له رحت جاي مراوغ شوشو مراوغه ولا ليونيل ميسي. فموضوع النهارده عن مجاهده النفس ومقاومه شوشو العنيد. مقاومه شوشو اللي بيجي لك من حتت، يعني بص بيسنتفها لك، اقسم بالله يا اخي بيمهد الطريق لدرجه انه بقول لك ايه، ما تقوم تسمع كده خطبه على اليوتيوب للشيخ كذا. هو مش عايزك تسمع خطبه، لا هو عايزك بس تفصل اللي انت بتعمله، تمام، عشان تبدا تفتح اليوتيوب. واول ما تخش، طب ما بقول لك ما تشوف ايه اللقطه الجامده دي، اول حاجه بتقابلك في اليوتيوب مش هتلاقي خطب. سبحان الله، مش هتلاقي خطبه فعلا. على عكس لو انت داخل يوتيوب عامه كده عادي ممكن تلاقي خطبه فعلا. انما لو هو بقى الشيطان بيجي لك من الحته دي مثلا عشان يراوغك او عشان يقومك من اللي انت بتعمله، في نص مثلا المذاكره بتفتح اللاب كده او التاب، اسمع لك خطبه. يعني انت مقصر في الدين يا عم، سيبك من المذاكره. يعني ده انت لو انت في فتره المذاكره. خليني مثلا اقول لك موقف تاني في الصلاه بقى. يا الله، يا الله على شوشو. في كل صلاة بتبقى وقتها جاي، قبلها بيحاول يروق كمية مراوغات ويديك شوية تمهيدات وشوية حلويات عشان ما تصليش. يعني عيل جامد أوي شوشو ده، والله العظيم جامد. بص فعلا يعني بيسنتفها. خليك مثلا صلاة العصر جاي، يخليك تذاكر حتة كده معينة عشان يقول لك بص انا خلص الصفحه دي، هي بس السلايد ده، شايف الحته دي، انت لو قطعت هنا هتقف، يعني مش هتفهم. قبل الصلاه بقى، اول ما الصلاه تقيم، طب ما تقف كده تردد الصلاه. انت متخيل هو بيقول لك سيبك من المذاكره بقى، ردد الصلاه. انت بس اول ما بتسيب المذاكره بتبدا تسرح خلاص، او تمسك التليفون. ايه ده في حاجه. دي نقطه، يعني هو خلاك تذاكر، تسيب المذاكره عشان تسمع الاذان وتردد الاذان. فمقاومه هنا ان انت تسيب بعد ما تسيب المذاكره، في مقاومه بقى ان انت ما تمسكش التليفون وتردد الاذان فعلا. خلصنا الاذان، يلا ذاكر بقى، كمل الحته دي، كمل الحته دي. فيخليك كده قاعد تنسى نفسك لحد ما الاقامه تيجي. اول ما الاقامه بقى تخلص، الاقامه بسرعه ما تاخدش بالك انها خلصت، يعني غير اللي هو حي على صلاه حي الفلاح، الله اكبر الله اكبر، وخلص الاقامه خلصت. يلا بقى المحطة التانية، محطة تقيلة بقى، تقيلة جدا. ضهري بيوجعني، مش قادر. تيجي تنام 5 كده بس، او افرد ظهرك دي، خليك بقى تتأخر شوية في الركعة الأولى. يا عم انت كده مقصر يا عم، وما لحقتش الركعة الأولى. اقعد انت رايح تصلي، اقعد بقى، اقعد خليك قاعد. فهنا المقاومه ان انت تروح جاي مراوغه، انا بروح جاي مراوغ كده، اللي هو بص طب انا هقوم انام فعلا، واروح جاي يمة السرير وعامل واحده فنت على الحمام على طول، اتوضى واجري. انا ما بفكرش، ما اخدش بالي ايه اللي حصل. الله ابص الاقي نفسي الحمد لله في المسجد. فدي مراوغه في الصلاه. تعالى بقى مثلا لو انت نايم ونفسك تقوم تذاكر، بيفبرك لك الدنيا، بيفكرك ان مثلا خلي بالك يا عم، ده انت مذاكر الحته دي مره، الحته دي انت تقريبا حضرت المحاضره دي، فما يعني مش لازم دلوقتي، نام شويه انت، فده حلو. انت تسيب السرير ده، يا الله، فتنام ساعه كمان. انت فعلا بتنام ساعه كمان. والمنبه يفضل يرن يخليك اقسم بالله في بريك. بص في انت ثانيه تقوم تقفل المنبه اللي انت حاطه في اخر الاوضه عشان تصحى، انت بيبقى فيك قوه تروح جاي قافل المنبه وراجع السرير تاني. ما بتحس، ما بتحس ايه اللي حصل. تمام. في المره الثالثه بقى ولا الرابعه المنبه جه، بعد ما قام شويه خلاص هنقوم بقى، تيجي تقوم تروح جاي يقول لك ايه، طب اقفل المنبه، المنبه بيرن، تروح تقفل المنبه. في اشعار هنا، شوف مين اللي بعت لك على الواتس ولا ايه اللي حصل. طب ما تشوف الفيديو بتاع امبارح ده، طب ما تفتح كده البرنامج ده. يعني انا حاسس ان في اخبار رياضيه، انا حاسس ان في ماتش مهم دلوقتي. بطوله كاس العرب.
بطولة كاس العرب منتخب المغربي يعني خلي بالك ايه ده، مرموش بيلعب، يا الله. يعني برشلونة، طب الريال، طيب الريال بيلعب دلوقتي. اي لقطة، خليك اول ما تقوم من النوم افتح اليوتيوب بس هتشوف ملخصات، انت ما بتتفرجش على المطوشه، شوف الملخص، خليك كده ايه يعني، ساعه ربك وساعه لايه، ساعه ليك. الساعه ليك دي بيخليها لك في البدايه عشان تروح جاي قاعد على التليفون ضارب 3 4 ساعات حرفيا، انت لسه ما بتتحركش على السرير. اول حجر كمان حطوا لك في وشك، بعد ما تخلص بقى انت ضيعت اليوم. بص جسمك تعبان ازاي، مخك فاصل، مش هتقدر تذاكر دلوقتي صدق. يعني نام كمان ربع ساعه، بس ربع ساعه بتنام انت دافيان، هتسيب الساعه دي، لا نام، يلا ننام كمان شويه، نام. ف جماعه، مقاومه ومجاهده النفس والشيطان اصعب من بعض. خلي بالك ان في حاجه اسمها مجاهده النفس بقى، النفس الاماره بالسوء، النفس الاماره بالسوء. يعني في اتنين، يعني انت عندك حربين طول الوقت، اما تكون مستعد ومجهز الاسلحه بتاعتك، يا اما انت يعني بيحاربك اتنين، الشيطان ومجاهده النفس، النفس الاماره بالسوء. فانت يعني بص، انا شايف مثلا من وجهه نظري ان انت دايما تكون حاطط في دماغك اللي هو ربنا مسخرك ومديك القوه عن الاتنين دول، بأسلحة كتير بقى، ربنا موفر لك أسلحة كتير، استغفار وذكر الله والقرآن الكريم الوضوء ده برضه بيفورك كده، تمام. فانت دايما حط في قصادك كده ان انت في حرب مع حاجتين ما ينفعش تخسر. يعني انا دلوقتي انا بكلمكم في فتره، يعني انا بحاول فعلا بجاهد وبقاوم. فطبعا انا مش بقول ان انا دايما بكسب واي حاجه، ولكن يعني لسه سامع جمله من الشيخ امجد سمير ان يعني الانسان بطبعه ان في حاجه اسمها فطور وفي حاجه اسمها التزام، فترات فطور وفترات التزام، فلازم تبقى في الطالع وفي النازل دايما. يعني فانت احرص عن ان انت تبقى سهم الطالع اكتر شويه، وسهم الفطور بالنسبة لك اللي هو مش معاصي وذنوب كبيرة، لا الفطور هو تقصير مثلا في الذكر. انت متخيل ده الفطور كان على ايام الرسول، وهو قال شوية احاديث وذكر مش موضوعنا دلوقتي. يعني برضو فعلا الفيديوهات الدينية دي لما الواحد يسمع كده، والله العظيم انا كنت بسمعهم يعني من ذكر موقف وانا في المطبخ او بغسل الحاجات اللي بناكل فيها، فانا الحاجات دي فعلا حلوة والله. يعني انصحكم تسمعوا حاجات زي كده، الشيخ سمير مصطفى والشيخ امجد سمير ومحمد الخليظ، الناس الجميلة دي كلها. فانا كنت بصلي المغرب، يعني شوشو بقى بيراوغني في حته تانية دلوقتي، بيوسوس لي وانا اصلي عشان اعمل حاجه مهمه وحاجه كويسه. انت هتطلع تتكلم وتقول ده كله ليه؟ عشان يلهينا عن الصلاه. انت يعني هو بيجي لك في حاجات ان انت تعمل حاجات صالحه بس عشان تفوت حاجه اكبر، او عشان تاخد ذنب حاجه تانية، اللي هو انت اكنك مش موجود في الصلاه، انت بتصلي حاضر غير. فانا الواحد بيصلي، اعوذ بالله، مش ماشي يا عم، فكره حلوه بس سيبني دلوقتي، سيبني اصلي الصف دي، يخلص لك من دي يخش لك من باب تاني، يخلص لك من باب ده تخش من باب تاني، على طول بقى. فما بيبطلش يعني. يا رب اللهم ابعد الشيطان عنا يا رب، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. انا شايف ان كده 9 دقايق كتير قوي الوقت بيعدي فوق كده شايفه. فاتمنى اكون فدت اي حد، ويعني لو في حاجه مهمه اقولها لك في النهايه، فزي ما قلت لك اعمل حسابك ان احنا بنواجه حاجتين قصادنا، هي مجاهده النفس الاماره بالسوء، وشوشو الحيوان ده اللي احنا اصلا اقوى منه، ان ربنا فضلنا عنه. شوشو ده في النار ماشي، ومخلوق من نار، احنا بني ادمين، يعني وكرمنا الانسان، يعني ربنا كرمنا وادانا عقل ماشي. فدي نصيحة أولى. نصيحة تانية، دايما كده خد المراوغات اللي بتتعمل دي، بتحس بحاجة حلوة كده، اللي هو واحدة وتشوت وفقت من قدام السرير، تروح جاي داخل تلاقي نفسك وبتتوضى. تمام. السلام عليكم، ادعوا لنا
بالهدايه وبالتوفيق. داخلين على فتره امتحانات، انا مسجل 10 دقايق وانا في عز فتره اللي يعني محتاج كل دقيقه. فبص شوشو هو اللي خلاني اسجل الفيديو ده، فما تنساش تابعني، يمكن افيدك وممكن تحفزني ان انا اكمل. يمكن يكون عندي حاجه كويسه، قيمه اقدمها للمجتمع. فالسبسكرايب بتاعك ممكن يكون كويس، والفولو بتاعك ممكن يكون سبب في التكمله. خلصنا 2024، 2000 احنا خلصنا 2025 انا لسه ثانويه عامه 2024. خلصنا 2025 وعايزين بس نكمل يعني حته شويه حلوين. متنساش تعمل سبسكرايب، ولو الفيديو حبيت يعني تشارك الخير ده، لو هو فعلا خير الحمد لله، فشاركه مع صاحبك وبس كده. اشوفكم في فيديو جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساش تصلي على النبي.